مفهوم السيرفر سايد ريندرنج والكلاينت سايد ريندرنج. عايزين نروح لمفهوم تاني ومهم جدا 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 جدا، وهو السنجل بيج ابلكيشن. احنا بنينا سنجل بيج ابلكيشن في رياكت، بس كنا بنستخدم مكتبه رياكت راوتر دوم لو فاكر. بس احنا هنا في نيكست جي اس بنتعرض لحاجه اسمها الاب راوتر. الاب راوتر ده بسيط جدا وجميل جدا وحلو حلو 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 فوق ما انت تتصور، وزي ما بيقولوا كده عسل جدا، وجوجل بيحبه جدا لان هو سريع، بيبني لي سنجل بيج ابلكيشن وبيرندر في الكلاينت في السيرفر سايد والكلاينت سايد في نفس الوقت. لو كنا تعرضنا في رياكت، لما كنا اتكلمنا في رياكت قلنا ان هو ضعيف جدا في السيرفر سايد ريندرنج، لكن نيكست قوي جدا في السيرفر سايد ريندرنج وتقدر تعمل بيه عمليات، فعشان كده بيسموه فول ستاك فريم ورك. تمام كده؟ فعشان نيكست فول ستاك فريم ورك، عايزك تتخيل معايا ان السنجل بيج ابلكيشن لو رحنا هنا، ده السنجل بيج ابلكيشن شبه الهايبر بتاعك. الهايبر ليه بوابات كبيره جدا، وليه كاشير حد بيحاسب، وليه عربيات بتحط فيها المنتجات بتاعتك، والمنتجات مش مرميه في اي حته وخلاص، لا المنتجات محطوطه في رفوف، الدقيق محطوط في حته، كل حاجه شبه الحاجه التانيه محطوطه جنب بعض. فده بكل اختصار اللي نيكست بتعمله لنا او السيرفر سايد بيعمله لنا. وده الاب راوتر بشكل عام. الاب راوتر بشكل عام بيبقى ليه حاجه اسمها اللاي اوت. اللاي اوت ده بكل اختصار، اللاي اوت بكل اختصار انت ممكن تستدعي فيه الهيدر بتاعك، نفترض ان ده الهيدر، السقف والبوابات، ونستدعي الفوتر اللي هو الارضيه، وجوه البيج دي كل حاجه بتتغير. بس بيحصل ازاي؟ خلينا نروح نشوف الكود، وخلينا نشوف الاب راوتر بيبقى شكله عامل ازاي، وهنتعرض لمفاهيم متقدمه جدا في الاب راوتر. هنتعرض لحاجه اسمها السلاج، وهنتعرض للميتا داتا جوه الاب راوتر بتبقى عامله ازاي.